بعد نجاح كبير من شركة زونتس في السوق المصري، فتعالى بقى النهارده اوريك الحتة اللي قدامنا دي مش جي 1. دي بقى الخدعة يا جماعة، دي بقى الخدعة يا عمرو، ان الموتوسيكل اللي قدامنا ده موتوسيكل جي كي 350. طبعا سمع الصوت، ها؟ صوت وحش، الله اكبر عليه. طبعا ده لون من الالوان غير الاسود مط، وكمان نازل منه لون تاني نفس الالوان بالظبط، بس بدل النبيتي هيبقى لونه ازرق. ودي الثلاث الوان اللي موجوده عموما. الموتوسيكل ده فريد من نوعه، خطير، كل حاجه تتخيلوها، اقسم بالله الموتوسيكل ده عالمي. وانتوا عارفين، والناس اللي بتتفرج على الفيديو ده والناس اللي ركبت عموما، لو تفتكروا، فاكر عمرو احنا صورنا اول زونتس امتى؟ من سنتين. انا عارف ان الناس كلها اللي اشتروا الزونتس وشافوا الريفيوهات بتاعته في الاول ان انا اركب براند لسه نازل في السوق، وفي الاول وفي الاخر مفيش داتا ليه في السوق المصري. فالنهارده بقى بعد نجاح سنتين يا جماعه هقول لكم ان الجي كي بقى موجود في مصر ونازل من دفعه ال 350. باختصار كده، شركه زونتس نزلت الموديلات الاولانيه من 155 سي سي، وبعد كده طرحت على طول الموديلات ال 310. ليه؟ لان هي كانت شايفه ان لازم يبقى في فئتين، الفئه الاقتصاديه اللي هي تركب الجي 1 او اليو 1 او اليو او الزد 2 ال 155، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تدي للمستهلك المصري في السوق المصري موتوسيكل 310 يقدر يقطع معاه مسافات طويله ويبقى موتوسيكل تبريد ميه ومريح جدا. ولكن السنه دي احنا اتفاجئنا ان شركه زونتس نزلت لنا موديل من موديلات الجي 1 بس نفس الستايل وكل حاجه، ولكن بموتور 350 سي سي. طيب هنقول بقى مواصفات الموتوسيكل دي سريعا، بما ان انتوا عارفين الفيدباك عن شركه زونتس. الموتوسيكل اللي قدامنا ده موتوسيكل 350 سي سي، بيطلع 38.5 هورس باور. طبعا واخدين نفس فكره الوش اللي قدام، الداير ما يدور واللينسات اللي جوه، ونفس فكره المساعدين المقلوبه. بس هنا هتلاقي المساعد ربنا كده ايه مديله خير كده. بص المساعد عامل ازاي، القطر بتاعه. هنا برضو الجنط بقى المره دي نازل سلك، وده احسن بكتير. انت تعرف ان هنا السلك، عشان الناس هتسال ادام الجنط ده سلك يبقى جوه فيه كمر؟ لا، هنا الجنط ده سلك وده تيوبلس، يعني الكاوتش ده تيوبلس. وهتلاقي اصلا الدعامات بتاعته كويسه جدا. وهنا هتلاقي بص شايف السلك جاي فين؟ جاي في الجنط فوق. طبعا حركه جميله جدا ان هم حاطين لك على الطنبوره كفر مدي شكل، وفي نفس الوقت مدي ان هو ما يبوظش شكل الاسطوانه او الاتربه عموما. وهنا طبعا هنلاقي الاي بي اس باين من جوه. هنا الموتوسيكل نازل على فرامل الاي بي اس، وهنا كاتب لك كمان اي بي اس. هنا عندنا الريتير، وده ريتير حجمه كبير جدا وكويس عشان يبقى تبريد ميه. وهنا عاملين لك جناح من الفبر جاي جنب الريتير، ودي حاجه جميله. اكتر الموتوسيكلات الياباني ممكن تلاقي الريتير نفسه طالع وهنا في قربه، او نلاقي مثلا غدر الريتير، بل بالعكس هم مغطيين لك الشكل بفبرايه كده جميله. وهنيجي هنا نلاقي ظهرها نفس فكره الديفندر اللي بينزلوه عموما في اي زونتس، وده بيبقى دايما مربوط بالشاسيه مش ديفندر خارجي، ده بيبقى جزء من الشاسيه. وده انا شايفه كان عيب، ان اكتر الناس لما بتخبط لا قدر الله الحته بتاعت الحديد دي بتتعوج، ولكن دلوقتي تقدر تحلها وتركب مكانها واحده جديده. نازل برضو على شايفين كده، شايفين الجهاز اللي جوه ده عم، شايف الجهاز ده؟ الجهاز ده بتاع الاي بي اس، شايفينه اللي طالع ده كده؟ ده جهاز الايه؟ الاي بي اس. هنا هنلاقي عندنا ان الموتوسيكل برضو نازل له سربنتين الزيت برضو غير تبريد الميه، وده في ال 350 بس. طبعا الموتوسيكل اللي قدامنا ده هنا الجنب برضو نفس فكره الجاكمانات بتاعت ال 310 ونفس فكره الدواسات. هنا برضو هنلاقي الخلفي الاي بي اس نفس الموضوع، الفلده الخلفيه 160 على جنط 17، والمقص طبعا زي ما انتم شايفين حجمه كويس جدا. من الحاجات بقى الجميله في الكرسي، عامل لك الكرسي على مستويين وفي نفس الوقت حته واحده. هنلاقي هنا حاطط لك بص يا عم كلمه جي كي في اول الكرسي، وكاتب لك في اخر الكرسي كلمه زونتس. لا تصميم. طيب هنيجي بقى للاختراعات. مبدئيا كده هتلاقي هنا عندك تانك البنزين تاتش. بص تاتش، شفت؟ ايه رايك؟ وتفتح هنا تحط البنزين، وبعد كده على طول ايه؟ تقفل على طول. طبعا هنا برضو نفس القصه، هو سمارت، انت بتقدر تقفله اهو، بتك تكه بيقفله، وبتك تكتين كده يفتح على طول. هنا هنلاقي ان السكرين كبرت شويه، ولكن الاوبشنز بقى هنا اختلفت. ليه؟ لان هنا في تقدر تعمل الجي بي اس، هنا بقى عندك البلوتوث تقدر تدخل وتقدر تفتحه وتعمل بيرنج على طول، وكمان تعمل ايزي كونكت للتليفون بتاعك لو انت مثلا اندرويد، ولو انت هنا واي او اس، اندرويد واي او اس، تعمل بيرنج هنا بيعمل لك على طول ميرور سكرين للموبايل بتاعك في الشاشه هنا عندنا. ودي ما كانتش اوبشن موجود في ال 310، والناس طبعا عارفين الموضوع ده. بص هنا، وهنا هنلاقي برضو عندنا اطارات عشان لو عايز تعرف
ظبط الاطارات في العجله الاماميه او العجله الخلفيه. الانترفيس برضو الشكل بتاع العداد عموما هو ما اتغيرش، وهنا عندك الساعه، وهنا الباك لايت الخلفيه، وهنا طبعا بالكيلو او بالمايلج. يعني هنقول ان هم اللي زودوه يا عمرو عشان برضو الناس تبقى عارفه ان زودوا الاوبشنز هنا ما بين الموديل بتاع 310 ميرور سكرين، ان انت تقدر توصل تليفونك بالشاشه هنا وتقدر تشغل الجي بي اس بكل سهوله، وكمان الهورس باور بتاع الموتوسيكل ده ازيد 6 يعني برضو نقول ان هي زادت، ولكن في الاول وفي الاخر حجم الموتوسيكل طبعا فرق جدا على الجي 1. وطبعا شايفين الكاوتش حجمه عامل ازاي مع الشكل الخارجي. السعه التخزينيه بتاعه التانك 17 لتر، يعتبر اقل 3 لتر عن الموديل ال 155 سي لان هو كان نازل 20 لتر، ولكن ده 17 لتر. طبعا الموتوسيكل انجكشن، يعني لو حد حابب ان هو بيقطع مسافات طويله، انا عارف ان القاهره كبيره، فاللي عايز يركب الموتوسيكل ده في المسافات الطويله هيبقى مريح جدا معاه. بالذات حاجه كمان يا عمرو، ان الموتوسيكل ده القعده بتاعته مريحه، يعني انتوا شايفين طولي وانا قاعد والجادون اهو، انا قاعد مرتاح مش متقدر. فبل بالعكس انا النهارده الموتوسيكل قدامي ده ممكن يجيب معايا توب سبيد 160 165، وفي ناس كلموني قالوا لي ان احنا جبنا 170 بي، ولكن في الاول وفي الاخر انا راكب حاجه ستريت فايتر، عايز حاجه العزم بتاعها قوي او عايز حاجه مساعداني في الطريق. نقول مثلا ان المانوفرنج بتاعي عايزه يبقى سهل، فانا عايز مثلا ان انا يبقى الجادون ده في ايدي خفيف وفي نفس الوقت مش رخم، فانا راكب حاجه شكلها ستايل وفي نفس الوقت الامكانيات بتاعتها كويسه. ان انا النهارده اركب موتوسيكل 350 سي سي، برضه في الاول وفي الاخر واحد سلندر فموفر بالبنزين جدا. تاني نقطه فرامل الاي بي اس، ودي حاجه كويسه. طبعا الكنترولز كلها اللي موجوده هنا في الموتوسيكل بوش، واحنا عارفين ان شركه بوش شركه المانيه محترمه جدا، فبتعمل كواليتي حلوه. حتى الكنترول المخ هنا بوش، شاشه سكرين بيتعمل لها ميرور سكرين، شاشه برضو في الاول وفي الاخر مع عصر التكنولوجي. مش بس كده، كمان انا عايز اقول لكم اللي بيتفرج دايما على زونتس او بيتفرج دايما علينا على موديلات زونتس، في خبر جميل جدا جدا جدا، ان شاء الله اليومين الجايين هيبقى في موديلات جديده من شركه زونتس، ودي حاجه كويسه وتتبسط الناس، ان دايما الناس مبسوطه بشركه ناجحه في السوق، فتبدا الشركه تحس ان في اهتمام من العملاء بتوعها. فاخر حاجه بقى خالص عشان ننهي بيها، سعر الموتوسيكل ده حاليا في وقت رفع الفيديو الموتوسيكل ده عامل 125,000 جنيه. طيب احنا موجود عندنا منه في اي رايد، موجود عندنا الجي كي 350، موجود عندنا التي 1 ال 350، وكمان موجود عندنا الفي 350. كده دي الموديلات اللي نازله في السوق المصري في 2023، وان شاء الله 24 هيبقى فيها كمان موديلات ثانيه. اهم حاجه قبل ما ننهي الفيديو، انا طبعا مش هوصيكم عم عمرو الناس تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان دايما نفضل معاكم، ولكن انا عايز الناس تكتب لنا اللي جربت الزونتس ايه ارائها في الموتوسيكل، وهل الموتوسيكل فعلا نجح ولا ما نجحش، ولا احنا بنقول اي كلام وخلاص. اشوفكم دايما على خير. معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكل.